أحمد شاب في الثلاثينات، حياته تمام زي ما بيقولوا، شغل كويس وشقة في منطقة هادية وعنده خطوبة قريب. بس أحمد عنده مشكلة مش بيحكي عنها لحد، الكوابيس. مش كوابيس عادية، دي أحلام مش مفهومة، كأنها متمنتجة غلط. بيصحى الصبح على صوت دقات قلبه السريعة وعرق مالي جسمه كله. الحلم دايما واحد تقريبا، صوت ضخم زي صوت دبة أو خبطة جامدة بتكسر الهدوء. ضلمة كثيفة جدا، ضلمة مش بتشوف فيها أي حاجة. وبعدين حد واقف في الضلمة دي بالذات، وشه مش باين ولا تفاصيله، هو مجرد شكل إنسان أسود ساكت تماما، بس وجوده بيخنق. أحمد حاول يروح لدكتور نفسي، بس الدكتور ده قال له إن دي أعراض قلق نتيجة ضغوط الشغل والجواز. لكن أحمد كان حاسس إن الموضوع أعمق من كده بكتير. الحلم فضل يتكرر كل يوم، لحد ما في يوم الراجل اللي كان واقف في الضلمة اتكلم. صوته كان زي الهمس اللي بيطلع من تحت الأرض، بس الكلمات كانت واضحة جدا في دماغ أحمد. ارجع للبيت القديم، ارجع للأوضة. أحمد صحي من النوم وهو جسمه كله بيتنفض. البيت القديم ده بيت أهله اللي سابوه من أكتر من 20 سنة، والأوضة القديمة دي أوضة طفولته اللي كانت مليانة ألوان. الهمس ده ما سابوش، فضل يرن في ودانه أيام كتير، لحد ما في يوم أحمد قرر يعمل حاجة غريبة جدا، حاجة عكس كل المنطق. قرر يرجع للبيت القديم. راح أحمد بيت أهله القديم، فتح الباب ودخل. ريحة الزمن القديم ضربت في وشه، ريحة التراب على الذكريات. وصل لأوضته. الأوضة كانت صغيرة والحيطان متقشرة. قفل الباب وراه ووقف في نص الأوضة. حس إن الهواء اللي بيتنفسه تقيل، كأن في حاجة ضخمة قاعدة على صدره. إحساس بالخنقة مش مفهوم، نفس الإحساس اللي كان بيجيله في الحلم. بدأ يدور في الأوضة، بيدور على إيه مش عارف، لحد ما فتح الدولاب. لقى صندوق كرتون غرقان في التراب. فتح الصندوق وهنا بدأت الرحلة. عربية صغيرة حمراء مكسورة من قدام. أول لما مسكها رجع بذاكرته لوقت ما كان طفل عنده 7 سنين، بيلعب بيها وبيضحك. فجأة الإحساس الحلو ده اتقطع. رجع إحساس الخنقة تاني، بس المرة دي أقوى. بص لقى علبة ألوان والخشب، كان معظمها مبري لحد آخره. لمس اللون الأزرق ورجع بذكرياته الوقت لما كان بيرسم سما صافية وشمس. بس بمجرد ما مسك اللون الأسود اللي في العلبة، رجع إحساس الخنقة يسيطر عليه تاني. فضل يدور في الصندوق على أي حاجة لحد ما لقى كراسة رسمه القديمة. فتح أول صفحة، لقى رسمة مركب في البحر، وتاني صفحة كان فيها شجرة ضخمة. فضل يقلب كتير في الصفحات بسرعة لحد ما وصل لصفحة مرسومة باللون الأسود، كلها بالأسود، ضلمة كاملة. وفي نص الضلمة دي كان في شخص واقف، شخص مبهم مش باين تفاصيله ولا ملامحه. بس الأهم من ده إن كان في الركن رسمة تانية، رسمة عيل صغير قاعد في الزاوية بيغطي وشه بإيده. بمجرد ما شاف أحمد الرسمة دي ضربت الدبة القوية في دماغه، زي اللي بيحصل في الحلم بالظبط. وشم ريحة غريبة، ريحة قديمة معرفش يحددها. الخنقة المرة دي كانت حقيقية لدرجة إنه ما بقاش قادر يتنفس. أحمد قفل الكراسة وخرج من الأوضة بسرعة، وهو بيحاول ينسى ريحة الأوضة القديمة اللي بقت بتخنقه. رجع شقته وهو مش فاهم أي حاجة. الرسمة دي هي الحلم بتاعه، هي الدبة، وهي الضلمة، وهي الراجل اللي واقف. بس ليه الأوضة كلها كانت بتخنقه كل ما يفتكر حاجة؟ رجع للدكتور النفسي وحكاله عن رحلته الغريبة.
وعن الرسمة اللي لقاها. الدكتور قعد يسمعه بهدوء، وبعدين طلب منه يوصف ريحة الأوضة تاني. أحمد كان متوتر جدا وهو بيوصف ريحة الأوضة. قال إنها كانت زي التراب وزي ريحة صابون قديم قوي. الدكتور رد عليه بهدوء: أحمد، الذاكرة بتاعتنا بتنسى عشان تحمينا. أوقات بنعمل صندوق كبير وبنقفل فيه الذكريات المؤلمة جدا عشان نعرف نكمل حياتنا. عقلك بيعمل كده بالظبط. الراجل اللي واقف في الضلمة ده مش شخصية خيالية، ده شخص حقيقي. أحمد اتعصب جدا وكان عايز يعرف هو مين. هو مش فاكر أي حاجة. الخنقة دي مش خنقة من تراب الأوضة، دي خنقة بتيجي لما بتحاول تتنفس ذكرى مؤلمة جدا يا أحمد. الألوان دي هي حياتك البريئة اللي اتقطعت. الدكتور مسك الرسمة وبص على الطفل اللي قاعد في الزاوية بيغطي وشه. في الفترة اللي انت رسمت فيها الرسمة دي يا أحمد، انت كنت بتعاني من ألم نفسي وعاطفي شديد جدا. الألم ده كان بسبب انتهاك اتعرضت ليه وانت صغير في نفس الأوضة اللي كان المفروض تكون مكان الأمان. الكلمة دي انتهاك نزلت على أحمد زي الصعقة. عقله رفض يستوعبها. أحمد صرخ وأنكر الكلام ده. انت ما بتنساش يا أحمد، انت بتهرب. والراجل اللي واقف في الضلمة ده هو الشخص اللي أذاك. وريحة الصابون القديم دي ريحة محاولة غسيل الدليل أو محاولة التخلص من الأثر بعد اللي حصل. انت بتحلم بالدبة دي لأنك كنت بتحاول تقاوم. عقلك بيحاول يرجع للأوضة عشان يخليك تفتح الصندوق ده بنفسك وتتخلص من الهمس ده للأبد. أحمد قعد يبكي، مش بكى حزن، بكى اعتراف بالهزيمة قدام الذاكرة. هو ما فضلش فاكر مين هو الشخص ده بالظبط، بس فضل فاكر الإحساس بالخنقة، والإحساس بالعجز، والإحساس إن في حد كبير وشرير سيطر عليه. الانتهاك في الطفولة بيكون زي الضلمة اللي بتستخبى في أوضة قديمة. العقل بيقفل عليها وبيحط عليها قفل كمان، بس الصندوق ده بيتفتح في لحظة ضعف. عشان كده الكوابيس بتيجي. الكوابيس مش عشان تخوفنا، عشان تفكرنا باللي نسيناه، عشان نعرف نتعالج. في النهاية أحمد معرفش مين هو الراجل اللي كان واقف في الضلمة، لكن عارف إن الراجل ده ما بقاش ليه مكان في حياته دلوقتي. رجع أحمد لشقته، بص على حياته الجديدة، الشغل، الخطوبة، وقرر إنه هيبني حياة جديدة. أحمد أدرك إن الشفاء مش معناه إننا ننسى اللي فات. الشفاء معناه إننا نضم الطفل المكسور اللي جوانا ونقول له أنت دلوقتي في أمان، أنا معاك. الضلمة ما راحتش، لكن أحمد بقى فاهم إن الضلمة دي هي الخلفية اللي بتخلي الألوان التانية تنور أكتر.